لو في حد راح كلم اي اهلاوي في بداية الموسم وقال له طموحك ايه السنة دي يا حبيبي يا اهلاوي يا جميل، الاهلاوي ده مش هيفكر الا في حاجة واحدة بس: انا نازل الموسم ده اكسب اي حد قدامي 3-4. ده الحلم وده الطموح اللي كان عند كل جماهير النادي الاهلي في بداية الموسم. اسأل نفسك كده وفكر، اول ما بدأ الموسم كنت بتفكر في ايه؟ اي شاب، اي راجل كبير، اي حد عنده خبرات ما عندوش خبرات، واحد شاف الاهلي قبل كده، واحد ما شافش الاهلي قبل كده وشايف كوكبة اللعيبة دي موجودة عنده، كان متخيل ممكن يعمل ايه؟ بتهيالي انا مش بهول ولا بقول كلام فارغ، بتهيالي كلنا كنا في اعتقادنا وفي دماغنا ان احنا الناس دي هتنزل تكسر الدنيا. كلنا كنا بنقول الاهلي هيعمل حاجة مختلفة تماما، ولكن انصدمنا وانصدمنا من بدري قوي، وكأن القدر والدنيا بتقول لنا اصحى وفوق بلاش احلام. من اول مباراة في مودرن سبورت تتعادل قدام جمهور كان كبير في الوقت ده جاي يتفرج على نجوم بالفعل، لقوا اشباح واشباه لاعبين داخل الملعب. المشكلة مش في كده وبس، المشكلة ان احنا عندنا مشاكل كبيرة جدا كمان، ادارية فنية على مستوى النادي، محتاجة وقت ومنها اللي ممكن يخلص بسرعة. محتاج كتير قوي عشان تقدر تعدل المشاكل الكبيرة جدا. انا دايما بعمل الفيديو ده بعدها بيوم. بتهيألي لو كنت سبت سبيس المدرج امبارح وطلعت معاكم في الفيديو اللي بعد المباراة على طول ما كنتش شبه بالهدوء اللي انا فيه دلوقتي ده. لان الواحد بعد ما بينام ويصحى وربنا يكرمه وبيقدر يصحى سليم، لان في ناس فعلا بتتعب، بيقدر يحاول يقيم الامور بشكل اكثر هدوءا. ولكن هذا الموقف بجد اللي احنا فيه مش محتاج اي هدوء، الاهلي محتاج يفرمط ويفرم. وهنتكلم دلوقتي احنا عندنا مشاكل في ايه بالظبط. الاهلي هويته مفقودة بكل معنى الكلمة، الاهلي مش موجود. انت بتقعد تدور على الفريق مش لاقيه. امبارح وصلنا ان احنا بنلعب 45 دقيقة ممتازة جدا واللعيبة بتفيص، اللعيبة بتفيص عشان الفريق معمول غلط. الفريق اللي اغلب اعمار او 50% من اللي موجودين في الملعب معديين ال 30، طبيعي جدا ان تلاقيه بعد 45 دقيقة من الجهد الطبيعي في كرة القدم يفيص ويقع. وتلاقي فرقة الترجي العادية جدا والفنية فنيا عادية جدا تقدر تتفوق عليك بدنيا وتكسبك بدنيا مش اكتر في الملعب. ما انت لما وقعت ركبوك لدرجة انت ما اقعد اتكلم كده مع نفسك وتفكر مع نفسك هو الترجي كان محتاج ايه من الماتش امبارح، فتلاقي ان الترجي كان محتاج ان هو يطلع بامان. فلما نزل الماتش ولقاك واكله وضاغط عليه وعمال تدي وتشوط وتلعب وتشوط وكرة جنب العارضة وكرة جنب القائم والجون يصد وده يطلع، قال لك انا رايح في 60 داهية، ارجع يا ولا واحترم نفسك وانت شكلك وده الاهلي الحقيقي وظهروا وي وي وي. لما دخل الشوط التاني ولقاك رجعت هريمه لعادتها القديمه، ولقى قدامه لعيبه فرافير مش قادره تجري بتاخد نفسها وبتشحر في الملعب، ركبك اتجرأ عليك لدرجه انه بعد ما تعادل وجاب جول التعادل راح عليك اداك التاني وراح عليك اداك التالت. يعني أنا لو فرقه بالترجي خلاص 1-1 ده عاوزين ثلاثه، يا عم ارجع بقى حافظ على الفرقه، حافظ بقى على الماتش، ارجع في الدفاع بقى. ما رجعش كمل عليك ضغط عليك تاني. ولما جاب التالت طب 2-1 دول عاوزين اربعه، انسى خلاص الماتش خلص ده فاضل 10 دقايق، لا راح عليك وجاب التالت لانه شايف مشحرين قدامه ميتين. فريق معمول وحش قوي ومدرب ابيض واداره في الضياع في النوم. هنتكلم على كل الكلام ده لان عندنا مشكله كبيره لما تيجي تتكلم على اداريا. وعشان تبدا تصلح البلاوي اللي عندنا دلوقتي انت محتاج الاول تبدا من فوق. هتبدا من تحت هتاكل على دماغك تاني. فانت لازم تبدا من فوق، تبدا من الاداره. الاداره لازم يحصل اعاده الهيكله باسرع وقت ممكن يا حبيبي. خلاص بطوله افريقيا، جمهور الاهلي بطوله الافريقيا عنده هي الموسم. بطوله افريقيا هي الموسم لجمهور الاهلي اول ما لعبته او فريقه بيخرج من بطوله افريقيا بيحس ان الموسم انتهى بالنسبه له. خلاص الموسم انتهى كده للاهلي، لو منتظرين الدوري بقى ولا المركز التاني اللي ممكن يروح وتلاقي نفسك بتلعب في الكونفدراليه مع رابسو ولا سيفن اب بفرق اللي احنا هنلاعبها، وتلاقي نفسك بتاخد ملاليم ومعكش فلوس تصرف، وده هيحصل كله. كل حاجه كل شيء وارد. بس عامه انت دلوقتي محتاج تفهم وبشكل كبير وبشكل واضح جدا ان انت تبدا باعاده الهيكله. الاسماء المضروبه بالنار واللي واللي عفى عليها الزمن واللي ماتت واللي انتهت واللي عايزين ممكن تفكروا ترجعوها تاني، اصحى.
ما عندكش فرصة، اقسم بالله ما عندك فرصة كإدارة. فكر كويس، ما عندكش اي فرصة تاني. واللي هيشيلك المرة دي مش جمهور النادي الاهلي الكبير العريض، اللي هيشيلك اعضاء الجمعية العمومية. وبقول لك امبارح في جروب الواتساب بتاع الاعضاء الجمعية العمومية غضب عارم من اعضاء الجمعية العمومية، وما تتفاجئش لو طلبوا انهم يسحبوا الثقة من المجلس. فاصحى وفوق وركز، علشان الكلام ده بدأ يتقال بالفعل. لان محدش يسيب الاهلي بالشكل اللي احنا شايفينه ده وهيسكت. فدي الفرصة الاخيرة تختار، يا اما التاريخ هيقف عند النقطة دي عليكم، وهتبقى كل اللي اتعمل من نجاحات سابقة قبل كده خلال ال8 سنين اللي فاتوا هيروح في ثانية، لان غضب الناس هيبقى فوق قوي ومحدش هيعرف يوقفه. مبدئيا لو قدرنا نعمل الهيكلة الإدارية مظبوطة، وجبنا الناس اللي عندها العلم وعندها حب النادي والشعار ده وعندها الإمكانيات، فمبدئيا تقدر تحاول تلحق نفسك ان انت تجيب وتعرف مشاكلك فين من خلال الهيكلة الإدارية دي، من خلال مدير رياضي محترم، مدير تعاقدات محترم. لجنة التخطيط دي بقى خلاص بقى، شكرا والله، ربنا يكرمكم. يعني متشكرين جدا، تعبتوا معانا خلاص، يعني ملهاش لازمه. في مدير رياضي ان شاء الله يبقى محترم، وفي لجنه تخطيط، وحضراتكم تشوفوا الناس دي وهي بتشتغل. ده المفروض تشوفوا الناس دي. كفايه لقطه بقى. ما هو الناس دي ليه ما بيجيبوش ناس عندها اسامي في الحته دي؟ عشان اللقطه. الناس دي تاخد اللقطه مني برضو، واللي بينجح بيمشي على طول. يتلب الشو، يعني الرد خد الشو مني، محمد شوقي خد الشو، هيثم عرابي خد الشو. لا، الناس بتحبه، ما ينفعش يمشي. انا اللقطه عندي، اللقطه عندنا احنا، انا هاخد اللقطه. اللي مش مصدق كلامي يبقى يسالني ويقول لي الناس دي مشيت ليه. عنده اجابه قول لي الناس دي مشيت ليه. بعد ما تهيكل اداريا مظبوط وتجيب ناس محترمه تشتغل، تقدر تبص بصه شامله وكبيره على الفريق وتتفرج وتقول هو احنا ممكن نرجع بسرعه. ممكن نرجع بسرعه، عندنا البيز بتاعنا مظبوط، موجودين. بس اولا تبدأ تعالج مشكلة الاجانب اللي عندك. مبدئيا ال5 الاجانب، ديانج ماشي، بن شرقي شكرا لازم يمشي، كاموش لازم يمشي. ادي 3 من 5. تخيل تجيب 3 اجانب غير دول جامدين، وينجات بتعرف تجري وسريعة، وينج سريع سهم بيعرف يرقص ويعدي ويشوط، راس حربة محترم بيعرف يلعب براسه ويلعب برجليه ويستلم ويلف ويشوط زي راس حربة. مش كوميديا والله، زي راس حربة في الدنيا. وتشوف كمان عندنا الباك اليمين كابتن محمد هاني اللي قربنا نموت، والراجل لسه ماسك المركز بايديه واسنانه، ومحدش بيعرف او محدش بيجي يقعده، لان انت ما بتجيبش حد يقعد. تجيب له احمد عيد، جيب له احمد عيد. وعمر كمال لما جبته لعب ماتشين 3 وكسر الدنيا، قعده كله على الدكه. ما بتجيبش حد، مفيش حد بيجي خالص. يقعد محمد هاني، عايزين باك يمين مكان الكابتن محمد هاني يكون محترم عنده امكانيات. عايزين مدافع، وعايزين لعيب خط وسط تقيل عنده كوره لقدام وبيعرف يدافع بشكل كويس. الكلام ده كله تقدر تعوضه بالاجانب. بس هات الناس اللي تعرف تشتري، مش الكفتاجيه اللي عاملين عقد المدير الفني الفاشل يستروب، اللي متألق معانا بسم الله ما شاء الله اكتر من نص مبارياته ما قدرش يفوز. تخيلوا جايبين مدير فني للنادي الاهلي اكتر من 50% من مبارياته لم يستطع الفوز. المفروض ده يمسك النادي الاهلي. الراجل امبارح اللي تايه، اللي كل الناس شافت ان الفريق بدأ يقع بدني، والترجي راكبك 25 دقيقة بيتفرج عليك. الماتش بادئ 45 خلصت، بدأت لغاية الدقيقة 70 دخل فيك الهدف. 25 دقيقة بيتفرج والفريق واقع بدني قدامك، مستني ايه؟ ما انت 1-0، كنت الدنيا في امان. يعني انت خلاص عوضت 1-0. الحق الفريق يا فاشل يا ملط، الحق الفريق. لا، كلنا شايفين ان الترجي بدأ يركب الا الباشا، الناس بتشحر قدامه الا الباشا.
قاعد بيتفرج برنس مية مية، وقعد وظل يفكر ويفكر، وقعد مع اللي جنبه يفكر ثم يفكر لغاية ما لبسنا الهدف. وبعد ما لبسنا الهدف ب6 دقايق كاملين عمل التغييرات اللي المعتادة بتاعته، اللي منها طبعا مش منها محمد علي بن رمضان اللي دمره وتم تدميره بشكل ممنهج. محمد علي بن رمضان. مشاكل الاهلي الاداريه اتكلمنا عليها. مشاكل اللاعبين اللي كبروا في السن ومش قادرين يجروا ومشحرين اتكلمنا عليها. مشاكل الهويه اللي موجوده في بعض اللاعبين اللي بداوا يتمردوا ويتمردوا على النادي الاهلي داخل الملعب. امام عاشور واحد من اللعيبه دي. امام عاشور فين؟ حد عارف امام عاشور فين؟ امام عاشور من وقت مشكلته، الراجل طبعا طول الموسم مصاب، وقبليها كان عاية، فما لعبش معاك خالص طول الموسم ده. رجع على المنتخب، بعد ما رجع على المنتخب بدأ يلعب، بدأ يرجع لمستواه، بدأ هيدينا هوب، راح ماسك في خناق اللعيبه في اوضه اللبس واتخانقوا معاه. هوب قال لك انا مش رايح الماتش، معلش انا مش فاضي، يعني عندي كده ظروف فانا مش رايح. فرجع من وقت الظروف دي وهو يعني حتى الان لسه عنده ظروف وما بيلعبش كوره وموجود في الملعب. فالموضوع حل بسيط جدا. تعالى يا ابن حبيبي، هتلعب ولا مش هتلعب؟ ده مستوى لا يؤهلك للنادي الاهلي. عندك مشكله في فلوس، طيب المشكله دي هتتحل في الوقت الفلاني كذا، نتفق نظبط نعمل، خلاص اوكي. طب مش اوكي، اقعد دك يا حبيبي لغايه ما نخلص الموسم ونشوف بعد كده هنعمل ايه. ده الطبيعي. ويكون سيد عبد الحفيظ، او لو جبته مدير تعاقدات او واحد بيعرف يتكلم كويس يعرف يتكلم معاه بالشكل ده. هل من الممكن ده يحصل؟ الله اعلم. آه الاجانب اللي هيتغيروا مع امام عاشور وزيزو وبن شرقي والناس الحلوه اللي انتوا شايفينها دي، لو قدرنا ان احنا نعمل التغييرات والتعديلات المظبوطه في الفريق، ممكن ان شاء الله ان احنا نلحق نفسنا السنه الجايه. عشان انت حضرتك ايها الاهلاوي الجميل، لو انت معتقد او متخيل ان ممكن الفريق ده يرجع بالشكل المطلوب السنه دي، لا. طب انت ممكن تاخد الدوري، مش هقدر اديك امل خالص. فقدنا كلنا البوصلة، وفقدنا كلنا الشغف، وفقدنا كلنا الثقة. بتهيألي محدش عنده ثقة. هل ممكن نرجع؟ ممكن، كل شيء وارد. هل ممكن نفوق؟ ممكن، الله اعلم. انما اجابة صريحة ما اقدرش. بس وانت بتتفرج على الاهلي دايما انت مش شايف الاهلي، وانت واثق ان الاهلي ممكن يرجع، ما بيرجعش الاهلي. كل الحاجات اللي انت عرفتها كمشجع للنادي الاهلي واتربيت عليها مش موجودة السنة دي. اداريا، فنيا، ما على مبادئك والحاجات اللي انت بتعرفها على النادي انتهت، اختفت السنة دي والسنة اللي فاتت مش موجودة خالص. كل اللي بتربيت عليه كسره لك في ظرف 24 شهر. محدش يعني، كل حاجه انت اتعلمتها في النادي الاهلي وتربيت عليها كمشجع اهلاوي تم تكسيرها بنجاح في خلال ال 24 شهر الماضيين. هل ممكن ان احنا نشوف الدوري السنه دي؟ طب نشوف المركز الثاني؟ ممكن. انا امبارح بتاسف للناس، بقول لهم يا جماعه انا اسف ايها الاهلاوي لما اجي اقول لك ان انا ممكن، يعني لو ما طلعناش تاني هنعمل ايه؟ تخيل وصلونا لايه. وصلونا ان احنا لما الاهلي يلعب شوط حلو نقعد نهلل ونفرح زي اللي حصل امبارح. احنا ما كناش مصدقين الشوط الاول، اوه ايه ده الاهلي. مع ان ده الطبيعي، ده اللي كنا بنشوفه على طول، ده اللي كنا بنشوفه على مدار ماتشين، مش مدار ماتشين، شوطين، مدار موسم، على مدار مواسم للاهلي بتلعب بالشكل ده. تقع ماتش تريح بتاع معرفش ايه، انما الفريق مستمر. الفريق لو وقع بيرجع على طول. الروح موجودة، الامكانيات موجودة. جماعة وقتنا في ان احنا نتكلم انتهى. مفيش حد عنده كلمة ما قالهاش، صدقوني كلنا قلنا كل الكلام. فاضل الكلمة اللي هتبقى اخيرة عند مجلس ادارة النادي الاهلي، اللي فيه كلام دلوقتي على انهم بيقعدوا مع يستروب علشان يحلوا له. مبدئيا الراجل عقده، اي كلام تاني حد يقوله لك على طول كده، الراجل عقده فاضل فيه 2.5 سنين. ده التعاقد بتاعه 2 و3 شهور.
انت لعبت 3 شهور مع هذا المدرب اللي جاي في نص الموسم، خلصت يعني تقريبا فاضل له شهرين او 3 في السنه دي، وسنتين 6 28، يبقى كام يا حبيبي؟ 27 شهر تقريبا، اضربهم في 220 الف دولار، يطلعوا لك بحسبه بسيطه كده 6 مليون يورو او 6 مليون دولار. الرقم ده مين اللي هيدفعه؟ اكيد مش النادي، لان لو دفعوا النادي انتوا لازم يترفع عليكم قضيه. لا 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 لا، اكيد مش النادي، ادفعوا من جيوبكم عشان تتعلموا ازاي تعرفوا تجيبوا مدير فني. لان استمرار هذا الرجل بشكل كبير جدا معناه ان احنا بنقول ان حتى المركز الثالث مش بتاعنا، او المركز الثاني مش بتاعنا، خد المركز الثالث كفايه عليك كده السنه دي. وده معناه عدم التاهل لدوري ابطال افريقيا، وده معناه مزيد من الخسائر الماليه اللي على النادي اللي خلاص ضاعت عليك، لان لو خلاص طلعت من دوري ابطال ما عندكش انتر كونتيننتال، ما عندكش اي موارد ماليه هتجيلك، ما عندكش سوبر افريقي، ما عندكش اي هلس يجيلك فلوس، خلاص ما فيش. يعني حتى انت السنه الجايه في وضع في مأزق، فمش ممكن كمان هتخلوها السنه اللي بعديها. ارحمونا، الحقوا النادي قبل ما يضيع وسط اللي بيحصل ده. اهلاوي عزيزي الجميل، روق روق، اوعى تزعل نفسك، والله ما حد في الناس دي يستاهل الزعل يا حبيبي، والله. الناس دي بتقبض يا معلم بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدهم، وقاعدين دلوقتي مروقين مع عيالهم، وتلاقيهم خارجين في حته ومتفسحين ودماغهم حلوه. انت اللي طيب، الا من رحم ربي منهم، الا من رحم ربي منهم. اغلبهم دلوقتي في الطراوه، ده تلاقيهم قاعدين دلوقتي كمان بيضحكوا ويهزروا. بقول لك في لعيب ما كانش عاوز الجمهور يحضر. بتتكلموا في ايه؟ الاهلي ما فضلوش في الوقت الحالي غير جمهوره. حافظوا على نفسكم، علشان انتوا اللي هترجعوا النادي ده الفتره اللي جايه. إذا عجبتك الحلقة لايك وسبسكرايب، وإن شاء الله دايما نتقابل في حلقات جاية ونكون وضعنا أفضل من كده. بشكركم جدا، السلام عليكم.